فيديو النهاردة هيكون عن روتيني اليوم التلات. النهاردة التلات وانا عملت لكم روتيني يوم الاثنين اللي هو المفروض يبقى يوم زي امبارح، لان النهاردة غير من المرة اللي فاتت. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتشجعوا معايا بس. ف دلوقتي بما ان الصبح الساعة 8 هفطر واجيلكم. اهم حاجة عندي الاكل، فانا هفطر واجيلكم. يلا نفطر. ابدأ بالصعب. لما تبقى متميز في الصعب السهل يبقى كلام فارغ، لكن الناس بتبدأ بالسهل والسهل والسريع. ابدأ بالصعب والصعب عشان لما تنجح فيه تبقى انت صعب وتبقى قوي. تقول لك الناجحين حظهم كويس، طبعا حظه كويس. اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف يقع يقف يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش، وبعدين يقول لك ده محظوظ. طبعا محظوظ، طبعا لانه بينجذب الى الحظ من نفس النوع. لما حد يقول لي ازاي انا قاعد بقى في البيت، خلي عندك حلم. والله العظيم الحلم اللي انت بتحطه من دلوقتي، والله الحلم اللي انت بتزرعه في نفسك من دلوقتي، زرعت جواك حلم كبير هتسعى له. لسه امبارح كنت بقرا كلمه حلوه قوي شدتني والله. بيقول لك الحلم ليس ما تراه في المنام، ولكن الحلم ما لم يجعلك تنام. لو عندك حلم وعندك امل استهدى بالله وامشي وراه، عافر حلمك. احيانا لازم تفهم ان مفيش حاجة بتوصلك للنقطة الاعلى في حياتك غير ان انت لازم تعدي بدرجات من المعاناة. بمعنى ان انت دايما لما بتبص على نجاح حد انت بتبص على النجاح اللي بيلمع قدامك، بتبص على القصة اللي بتبرق قدامك، بتبص على القصة اللي انت كل شوية تشوفها تقول والله لا انا نفسي ابقى زي ده، انا نفسي يبقى جسمي عامل زي مش عارف مين، انا نفسي ابقى عندي فلوس زي فلان، انا نفسي ابقى مشهور زي علان. انت بتقعد تبص على النقطة الايجابية وفي نفس الوقت بتنسى النقط السلبية اللي عدت قدامك اساسا. ابرز النقط السلبية دي هو ان في كتير من العقبات والمشاكل والايام المكررة اللي الشخص ده بيعدي عليها اللي انت ما بتاخدش. وقفت ليه؟ ما تكمل، كمل عشان اهلك مش اللي بيحبوك، لا كمل عشان اهلك اللي عايزين يشمتوا فيك. كمل مش عشان تثبت للناس انك ناجح، كمل عشان الناس اللي عايزه تشوفك فين. بقول لك حاجه كمان على الحياه مش عادله، ما كانتش عادله قبل كده، مش عادله دلوقتي ومش هتبقى عادله في المستقبل. فما تقعش في فخ الضحيه، انت مش ضحيه. المشاكل اللي بتحصل لك دي دلوقتي اللي انت فاكر ان هي ساعات ظلم، دي الحياه بتجهزك للشخص اللي انت عايز تبقى فيه كمان 5 أو 10 سنين. ده ربنا بيستجاب لدعواتك. شباب، احسن قرار في الوقت اللي انت بتسمع الفيديو انك تبدا في الوقت ده. سمعته النهارده تبدا النهارده، سمعته بكره تبدا بكره، سمعته بعده تبدا بعده، سمعته في اي وقت تبدا وقت ما سمعت الفيديو. وقت ما انت بتسمعني دلوقتي تعقد النيه كده وتتكل على ربنا ان شاء الله انك هتبدا وهتخلص وهتوصل باذن الله. هي عزيمه واصرار واراده، انت اجتهدت وسعيت واعتمدت على ربنا. ان النجاح قرار وليس خيار. قرر ان تنجح. عندما يريد الانسان ان ينجح عليه ان ياخذ قرار النجاح. إذا أقررت أن تنجح ستنجح. هكذا كل شيء في الدنيا، السعادة قرار. يا ابني فوق بقى، يا ابني فوق لمصلحتك، فوق لمذاكرتك، فوق انك تصاحب الناس اللي بتفيدك في الدنيا والدين، فوق لانك انت تعرف تصاحب مين ومين اللي هيفيدك في طريق دنيتك ودينك، فوق يا ابني لشغلك، فوق يا ابني لبر امك. لن أستسلم مهما كانت الظروف والصعوبات، فأنا قوي. لا يهمني كم مرة سأتعثر، فأنا لن أضعف أبدا. أنا مؤمن بأن جميع أحلامي وطموحاتي ستتحقق، وسأصل إلى كل ما أريده بإذن الله. فيا جماعة بما ان انا دلوقتي خلصت مذاكرة، دلوقتي الساعة 1:03 تقريبا وعندي درس، فتعالوا اوريكم انا هلبس ايه. يلا بينا. اول حاجة هلبس التيشيرت ده لون البوي فريند ده بتاع مارينا للعموم يعني، وكمان الشنطة السوداء دي وشوزة اسود والبس وارجع لكم. يلا بينا. فيا جماعة اديني لبست، فدلوقتي هقول لكم ايه اللي هيتحط في شنطتي بالظبط. محفظتي ومقلمتي طبعا دول اهم حاجه، وكمان كتبي، واخده كتب وكشكول. انا جبت لكم قدام الشباك، وده لبسي، بنطلوني والتيشيرت بتاعي والشنطه بتاعتي وشرابك. فالاوتفيت كله بتاع مارينا حرفيا، شرابها وبنطلونها تيشيرتات.
فدلوقتي انا هاخد فلوس من ماما وهنزل واشوفكم لما ارجع. باي يا جماعه. انا جيت من الدرس دلوقتي وحرفيا النور قاطع. هو النور بيقطع عندي من 1 ل2، مش عارفه ليه قطع ل3. فالمهم خلينا في الشبكه، مش عارفه بتكلم بكل الثقه دي ليه، بس النور يجي وبعد كده اقول لكم ايه اللي هيحصل. ودي مارتينا لسه جايه من المدرسه. يا جماعه دلوقتي النور جه وانا غيرت تمام، ف هاكل وهتمرقع لي شويه، بعد كده هنبدا سوا. طبعا لما اجي لكم اقول لكم الساعه 6 ما تقولوش عادي، لان انا اوريدي هكون اتمرقعت، بس اهم حاجه عندي الاكل. شاور، فانا هلبس البيجامه دي وكمان هستخدم الشامبو ده والحاجات دي اللي انا هستخدمها مرطب ومش عارفه. يا جماعه بعد ما استحميت وسرحت شعري دلوقتي انا هبتدي اذاكر. دلوقتي تقريبا الساعه 11:30. ايوه الساعه 11:03 و5، يعني يعتبر 11:30. فدلوقتي انا هبدأ مذاكرة ويلا بينا. خلي عندك حلم. والله العظيم الحلم اللي انت بتحطه من دلوقتي، والله الحلم اللي انت بتزرعه في نفسك من دلوقتي، زرعت جواك حلم كبير هتسعى له. لسه امبارح كنت بقرا كلمه حلوه قوي شدتني والله. بيقول لك الحلم ليس ما تراه في المنام، ولكن الحلم ما لم يجعلك تنام. لو عندك حلم وعندك امل استهدى بالله وامشي وراه، عافر حلمك. لن أستسلم مهما كانت الظروف والصعوبات، فأنا قوي. لا يهمني كم مرة سأتعثر، فأنا لن أضعف أبدا. أنا مؤمن بأن جميع أحلامي وطموحاتي ستتحقق، وسأصل إلى كل ما أريده بإذن الله. شباب، احسن قرار في الوقت اللي انت بتسمع الفيديو انك تبدا في الوقت ده. سمعته النهارده تبدا النهارده، سمعته بكره تبدا بكره، سمعته بعده تبدا بعده، سمعته في اي وقت تبدا وقت ما سمعت الفيديو. وقت ما انت بتسمعني دلوقتي تعقد النيه كده وتتكل على ربنا ان شاء الله انك هتبدا وهتخلص وهتوصل باذن الله. هي عزيمه واصرار واراده، انت اجتهدت وسعيت واعتمدت على ربنا. خلي عندك حلم. والله العظيم الحلم اللي انت بتحطه من دلوقتي، والله الحلم اللي انت بتزرعه في نفسك من دلوقتي، زرعت جواك حلم كبير هتسعى له. لسه امبارح كنت بقرا كلمه حلوه قوي شدتني والله. بيقول لك الحلم ليس ما تراه في المنام، ولكن الحلم ما لم يجعلك تنام. لو عندك حلم وعندك امل استهدى بالله